السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم حبايبي الغدا بتاعنا النهارده. بداية كده قبل ما ابدأ حلقة الغدا، شايفين شكل الفرخة دي انا جبتها وزنها كان 3 كيلو الا ربع. بعد التنظيف بقت 2 كيلو ونص. تمام، شاطره يا مولاي. شايفينها عامله ازاي؟ الخالتي زعلانه ان انا جبت الفرخه دي. جايباني فرخه وجايه. بص، هي قايله لي هاتي فرختين، الفرخه تكون كيلو وربع وكيلو ونص او كيلو ونص بالكتير. تمام، ما لقيتش فراخ. يعني ما فيش؟ لا ما فيش. فانا بقى طلعت نصحت انا وجبت لها فرخه كبيره. عملت شاطره. طب استني بس. لا يا ستي بيكون طعمها احلى، والله العظيم بيكون طعمها احسن بكتير جدا. ليه؟ لان الفراخ الكبيره بتكون استوت، يعني لحمها مستويه كده، انما للشوي انا بحبها تكون صغيره. طب انا قعدت اجيب ورك تاني مش هتكفي يا ستي. انت براحتك بقى. انا براحتي. والله العظيم جبتها جميله جدا. انا مش غاويه يعني معاك النهارده يا مال، انا غاويه هضربك النهارده. اول مره اضربك النهارده. ايه انا مش بص، من الصبح مش راضيه تشتغل وعماله تقول لي لا مش هشتغل، الفرخه ديت صغيره ومش يا ستي والله الصدر بتاعها والوراك بتاعتها كبيره، ده 2 كيلو ونص وزياده كمان. الورك ما بتكسرش، هتكسري الورك؟ هو ورك. طيب نقولي بقى على الصبح، استغفر الله العظيم. شوفوا يا جماعه، اقول لكم اوريكم حاجه بالله عليكم. زله انفاسي ديك النهار وهي ما اعرفش بتجلي ايه، وعماله تقولوا شوفي طاسه خالتي، شوفوا عمايل ما نمتش ليله امبارح. طيرت النوم من عيني اللي طير نومها ده، ومسكت الطاسه طول الليل اغسل فيها على البوتاجاز. والله وحشه بقى. وحشه. ماشي. يبقى معانا فرخه 2 كيلو ونص وزياده والله، لانها كانت اكتر من 3 كيلو الا ربع كمان يعني. وبعتنا نجيب ورك كمان. يا ربي ان شاء الله، يا رب ما تلاقوا ورك. لا في كتير ان شاء الله. معانا سبانخ خضراء. السبانخ دي كانت اختي مديها لي صراحه وانا راجعه من الصالحيه، كانت غسلاها. يعني بصوا، هي الاول بنجيب السبانخ ننقيها الاول وبنغسلها قبل ما نخرطها، علشان الفايده اللي فيها ما تنزلش في الميه. يعني قبل ما بنغسل السبانخ بنخرطها، قصدي قبل ما نخرطها بنغسلها حلو، وبعد ما نخرطها كده بنحطها على قماشه نظيفه تتشرب شويه الميه، وبعد كده بنروح غسلينها، بنروح خرطينها زي ما انتم شايفين كده. حلو اهي، دي شكل السبانخ. وكليني على كيفكي، واللي انت واقف يعمل. انا شكلي تاني مش هنزلك تحت. وانا ما بتخانقش يا جماعه معايا. انا والله بتتخانق. انا صريحه. طيب معانا بقى شوربه خضار، كوسه، بطاطس، فاصوليا خضراء. انا كنت عايزه اكل باميه. مش انا. طب بالله عليك، انا ما قلت لعمك النهارده هات باميه من السوق وانت جاي؟ قلتيلي. رديت انت قلت ايه؟ طيب ما ست، ما في سبانخ وفي انا قلت في شوربه خضار وفي سبانخ، لان هي بتحب. والله عامله شوربه الخضار عشان هي بتحبها، لان بتحب شوربه الخضار، صح ولا لا؟ امانه عليكي. طب امانه عليا. ام زياد عملتها ديك النهار، ما انحطت في بطني ولا دقتها. وقت عاملاها تاكلي بقى شوربه خضار من عند ام الاء مختلفه يا شيخه. ماشي يا امال، اكلينا على كيفك. انا غلطانه. ايوه غلطانه. مش بتسمعي كلام خالتك ابدا ولا نصيحه والله بسمعها. الفرخه حلوه وزي الفل. انا بنصحك لله، بدل ما اجيب فرخه اجيب 2 كده، ويبقوا 2 قدام حد يدخل عليه. عايزه عشان قدام في التصوير يكونوا فرختين يعني. طب ما احنا جبنا فرخه كبيره، ما هي ما شاء الله عامله زي الديك الرومي نايمه في بالطبقه. ده كربات. الله اكبر عليها يعني. والله يعني اقول ايه فيها دي؟ مش فيها عيب. فله نايمه في الطبق. يلا الست نايمه. شوفوا اهي. بصوا حبايبي، خالتي بقى بتقطع ايه؟ بتقطع السبانخ. مالك النهارده كده؟ ما انت لخبطتيني من الصبح عماله تتخانقي على الفرخ. بتقطع بقى ايه؟ الفاصوليا الخضراء، وعلى لغايه ما تخلص قطعيه الفاصوليا الخضراء بتقطعها كده على حسب الحجم اللي انتوا عايزينه، زي شوربه الخضار اللي انتوا بتعملوها يا جماعه بالله عليكم. ده المصفى ده بتاع فرح يا جماعه، صدقوا. انا هعمل قناه للبص بس، ليه 40 نقعد نبص بس. 40 سنه المصفى ده محطوط كده. انا اللي غسلاه. والله ما حطيت ايدك فيه ولا تعرفي تغسليه. استغفر الله العظيم يا رب. على الصبح. بصوا بقى معانا للفرخه اللي احنا هنشوح الفرخه فيها. معانا بصلتين انا مقطعوهم اهم رباع او نص زي ما انتوا تحبوا. معانا طماطمايه، معانا التوم ده هقطعه برده حتت صغيره، وهندخل جوه علشان نشوح الفرخه قبل ما نحط عليها الميه. ودلوقتي يا حبايبي بقى ايه، عشان قبل ما ابدا الفراخ النهارده عشان اعملها شوربه حلوه تكون طعمها حلو، حطينا معلقه من السمنه اهي. تمام، اول ما تبدا تسيح وتسخن جامد هروح نازله بالبصل والثوم والطماطم، واروح نازله بالفرخه واشوح فيهم عليها الحبهان والفلفل الاسمر.
ده كله هشوحه كده قبل ما انزل بالميه المغليه. الميه المغليه انا بغلي في الفواله اهو، ميه بتغلي على العين التانية. حلو كده. اول بس ما السمنه تسيح هقول لكم هنعمل ايه تاني برضو. ودلوقتي انتوا سامعين صوت الفرخه اهي، عشان ما تلزقش مننا لازم السمنه تسيح كويس وتكون سخنه. هننزل بقى بالبصل اهو والثوم والطماطم وكل حاجه زي ما انتوا شايفين كده اهو. شكل الفرخه هنشوحها بس مده دقيقتين او 3. هنحط الفلفل الاسمر والبهارات بتاعتنا، انا حاطه حبهان كمان. تمام كده هنشوح كده في الفرخه ونقلبها كويس. طبعا بعد ما شوحت في الفرخه شويه، لان صراحه ما عرفتش امسك التليفون واقلب بالايد التانيه. دلوقتي بقى ايه، هنروح كاتبين الميه عليها عشان تبدا تغلي على طول. الميه طبعا تكون مغليه عشان تفور على طول وتغلي على طول. ودلوقتي يا حبايبي انا كبيت الميه على الفرخه زي ما وريتكم كده بالظبط. تمام. هننزل بس بمعلقه كبيره من الملح، لان انا البهارات بتاعتي فيها ملح، فلازم ادوقها الاول قبل ما ازود في كميه الملح. بصوا جبنا الورك كمان حطيناه في الحله اهو. حلو كده مع الفرخ، بس مش الورك ما تشوحش. تمام يعني حطيناه كده. واول ما حطيت الشوربه الميه بدات تغلي معانا على طول. دلوقتي بقى هنوطي عليها ونسيب الفرخه بتاعتنا تستوي براحتها خالص خالص، وبعدين هنبقى ندوق الملح ونزود الملح برضو براحتنا. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما خلاص خالتي خلصت الفاصوليا الخضراء اهي، شايفين شكلها دي. بنقطع في الكوسه. لا مش عاجبها. لا اسم الكوسه 2. ما انت مش عاجبك اعمل كده تقولي اعمل كده. أيوة تقولي لي كده اعمل كده بالعكس معايا. لا علشان بس العيال، والله العيال بقوهم صغنن زي عامله ايه ولا للعيال؟ كانت شويه بتقول عامله شوربه خضار لخالتي. شوفوا أيوة رجعت في كلامها ده كله يعني. شوفوا رجعت في كلامها يا جماعه. لا اعمليها نصين برضه. ايوه كده. لا انت مش تتحكم. خدي يا اما اعملي وانا قايمه. طبعا شوربه الخضار دي كلها لسه ما اتغسلتش. لا مش هتغسل. تمام يعني بعد ما نعملها. انا برضو بحب اغسل شوربه الخضار قبل ما بعتنا يا جماعه نجيب كرفس. يعني الحاج كان في السوق والله عندنا، جاب لنا ورك معاه وهو جاي تكمله الاكل. قلنا له هات كزبره ربنا يصلح حاله، جاب لنا بقدونس. قلنا له هات كزبره خضراء علشان نعمل بيها السبانخ. بالله اتخانقت معاه ومشي. هي قاعده عماله تتخانق مع الكل كده من الصبح، مش عاجبها حد. يعني انت عماله تتنرفزي وتقولي هو جايب لي بقدونس وجايب لي والله ما قلت حاجه، بقول يا سبحان الله. وعماله كمان لا انا عادي والله. يعني لا ما بشيلش كتير يعني. مش بتشيلي زعل ولا مش بتشيلي؟ لا خالص. امال شايله مني طبعا الكرفس دوت بنعمل بيه ايه بقى؟ بنحطه على شوربه الخضار، بيديها طعم جميل جدا 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 ومغذي. الكرفس لشوربه الخضار حلو كده. طبعا احنا هنشتري بقى كزبره خضراء علشان السبانخ احسن. احنا الشمس الحمد لله رب العالمين، حته فيها شمس حته ما فيهاش شمس. عندنا الشمس اهي. هنقطع بقى البطاطس، لسه برضو ما قشرناش البطاطس، هنقشرها ونقطعها. دي انا جايباها للسلقه. كل حاجه بتعيب عليها. بطاطس عيانه دي. هاتي يا شيخه بطاطس كبيره من جوه روح قدام الناس دايما كسفانه كده. لا يا ست ليه يعني؟ كله خير. ما هو خير والحمد لله. اما في بطاطس كبيره عندك جوه ماشي شيلي دي للسلق. وزي ما انتم شايفين يا حبايبي دي شكل شوربه الخضار. جبنا بسله كمان عشان هنعمل ان شاء الله النهارده رز بالبسله، هيكون شكله حلو وطعمه احلى. فحطينا شويه بسله كمان في شوربه الخضار لان احنا كنا ناسيينها. دلوقتي بقى ايه عشان نسوي شوربه الخضار بناخد شوربه من الفرخه بتاعتنا اهي، وهنسقي شوربه الخضار، نغطي الحله بالشوربه او نغطي شوربه الخضار بالشوربه يعني. وزي ما انتم شايفين كده خلاص حطيت الشوربه برضو. اول ما تبدا تغلي برضو هوطي عليها علشان تستوي براحتها. بتاخد حوالي 10 دقايق. انا ما بحبهاش مستويه قوي عشان ما تفقدش القيمه الغذائيه بتاعتها. بنسيبها كده ايه يعني بتكون ماسكه نفسها شويه. تمام. اول ما اطفي عليها هروح مسقطه قدامكم الكرفس اللي احنا هنحطه في اخر سوى شوربه الخضار عشان ما يسمرش ويكون اخضر ويكون حلو ويكون برضو فيه القيمه الغذائيه بتاعته. زي ما انتم شايفين هنسيبها لغايه ما تغلي ونوطي عليها. ودلوقتي بقى ايه خلاص كده شوربه الخضار استوت معايا وبقت زي الفل. هننزل بقى بالكرفس اللي احنا غسلناه، يعني غسلته الاول وبعدين قطعته.
علشان هي دقيقه واحده، وهروح طافيه عليه عشان يفضل لونه مخضر وحلو كده، وتكون كده شوربه الخضار بتاعتنا خلصت معاكم. يلا بينا عشان نشتغل في السبانخ الخضراء. ودلوقتي بقى هقول لكم الحاجات اللي احنا محتاجينها للسبانخ علشان نطبخها وتكون حلوه. معانا سبانخ ايا كانت الكميه اللي انتوا عايزينها، تمام. السبانخ اهي، ومعانا كزبره خضراء ليها برضو غسلتها وبعدين قطعتها زي ما انتوا شايفين كده حزمه كده. ومعانا صلصه طماطم لسه ما حطيتش عليها بصل ولا حاجه. ومعانا توم، حوالي معلقه كبيره توم فرمته في الهون، معاه نص معلقه من الكزبره الناشفه. دي الطشه اللي انا هعملها في الاخر للسبانخ. ومعانا معلقه صغيره من السكر عشان السبانخ فيها نسبه حموضه عاليه ومززه كده، فاحنا بنعادلها بالسكر بس. هنبدا بقى نطبخها قدامكم. انا حبيت اقول لكم المكونات قبل ما اطبخها. طبعا هنا معانا بصلايه اهي في الحله بقى بتاعتنا، بصلايه بشرتها على المبشره وحطيت عليها معلقه صغيره من السمنه، لان الفرخه منزله سمنه كتير او دهون كتير فمش هكتر في السمنه. هشوح البصلايه دي، واول ما تصفر هنحط عليها الصلصه بتاعتنا اللي هي تكفي كميه السبانخ برضو اللي احنا جايبينها. وبعد ما البصلايه اتحمرت انا حطيت عليها الصلصه اهي بتاعتنا، هنحط عليها معلقه السكر، تمام. وهننزل بقى بالسبانخ على طول علشان السبانخ تتشوح وتهبط كده معانا، لان بتبقى الكميه بتاعتها عاليه جدا كبيره يعني، بس اول ما بتتحط على النار بتهبط كده معانا جوه الاكل. وخالتي بقى حطت معانا السبانخ اهي، ربنا يكرمها وجت تساعدني، ما كانتش راضيه. مش راضيه. وهنحط بقى الكزبره الخضراء بعد برضو ما خرطناها، غسلناها الاول وقطعناها حتت، تمام. مش هحط الكميه كلها لان السبانخ مش كتير السبانخ مش كتير. هنقلب بقى من تحت لفوق كده. واخر حاجه هنعملها بقى هنحط الشوربه كمان شويه. هي هتدبل لوحدها. في نسيت الرز. في معلقه رز يا حبايبي اهي، كتير. معلقه رز واحده كتير دي. حط نص معلقه رز. في ناس بتعملها بلسان العصفور، وفي ناس بتعملها بالعدس، وفي ناس بتعملها بالرز. احنا من الناس اللي بتعملها بالرز. معلقه صغيره بس علشان برضو الكميه مش كبيره اهي يا جماعه، عشان الرز بيزيد اساسا. ليه بقى الرز علشان بيربط السبانخ، بتخنها شويه في التخديع او الصلصه بتاعتها يعني. بس كده هنقلب بقى السبانخ. وزي ما انتم شايفين بقى السبانخ بتاعتنا دبلت ازاي وهبطت خالص اهي. هننزل بقى بالشوربه، بس ما نكترش، شويه في الشوربه علشان ما تكونش مايعه مننا. اللي في الشوربه دي برضو دي سبانخ كانت في الطاسه دي. التخديعه دي عايزاها؟ لا خلاص اهي. هنسيبها بس تستوي بقى لغايه ما اكون انا عملت الطشه بتاعتها اللي انا هحطها على السبانخ في الاخر. زي ما قلت لكم هي كزبره وثوم وبس. وبصوا بقى حطيت معلقه من السمنه. دلوقتي بقى السمنه ساحت، هنزل عليها بالكزبره والثوم اهو. هنحمرهم كده ونروح طشين عليها زي الملوخيه بالظبط. طعم السبانخ ملوش حل للامانه، لا فظيعه، عشان انا اللي طبخوها بس. والله والله انت بتعرفي تطبخي يا مالك؟ اهو بتعلم. كل الطبيخ من ايدين خالتي. طيب يا ستي كل الطبيخ من ايدين الناس العجوزه بتوع زمان اللي بيطبخوا الطبيخ الحلو. زي ما انتم شايفين كده احمرت بقى معانا، ما نكترش عليها عشان ما تمررش، ونروح منزلينها في السبانخ. ودلوقتي بقى حطيت الطشه الثوم مع الكزبره هنا على السبانخ. هنطفي عليها بقى ونركنها كده في جنب ونطبخ معاكم الرز، ونكون كده خلصنا الحلقه بتاعتنا. ودلوقتي يا حبايبي حطينا بقى معلقتين كبار من السمنه علشان نطبخ الرز. مش بتعملي بزيت ليه؟ وراكي زيت من الاصل الحلو. حطيت زيت على سمنه. لا ما تحطيش سمنه، الزيت باستمرار بيحب الرز، بيحب الزيت. بصوا بقى معانا البسله دي مغسوله وتمام. هنشوحها بس تشويحه خفيفه، وهننزل بالرز. ليه؟ لان الرز هنطبخه النهارده بالبسله بس. انا بطبخه بالبسله والجزر، بس هنطبخه بالبسله وهقول لكم الجزر هنعمل فيه ايه في الاخر اهو، تمام. هنشوح بس معلقه البسله دي او شويه البسله كده تشويحه خفيفه، وننزل بالرز عليها. وزي ما انتم شايفين بعد ما شوحنا كده البسله بس تطري معانا سنه خفيفه خالص، هننزل بالرز عليها وهنشوح في الرز. بس اجيب شويه رز المتبقيين دول. طبعا دلوقتي بقى هنحط معلقه كبيره، لا اقل من معلقه كبيره لان الرز مش كتير اهو. هنحط
الملح طبعا هنظبطه زي ما انتوا عايزين، والميه المغليه هتنزل على طول على الرز بتاعنا او الشوربه. احنا هنحط نص شوربه ونص ميه عشان ما يغمقش بس الرز واحنا بنقدمه، بس الشوربه هتغمق الرز شويه وانا عايزاه يكون ابيض وحلو. ودلوقتي يا حبايبي بقى هننزل بالميه المغليه نظبط بقى بيها الرز. اول ما الرز يتشرب هنوطي عليه زيه زي الرز العادي بالظبط، وهنحمر بقى الفرخه في الفرن ونقدم لكم الاكل بتاعنا ان شاء الله. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي بعد ما خلصنا معاكم الغدا بتاعنا. انا اللي خلصت، مش انت اللي خلصت. انا وخالتي خلصت الغدا النهارده معاكم. ماشي يا ماما، هتتغير هغديكي برضه بعد الخناقه اللي عملتها معاك. بصوا بقى شوربه الخضار هي بس عشان الاضاءه، يعني هي مش غامقه كده، الكرفس مش غامق كده. ده جميله تمام، طعمها جميل جدا جدا جدا. بصوا بقى الجزر ده انا بشرته على المبشره وشوحته في نص معلقه سمنه، هي جزرايه واحده بس عشان يطري معايا ويكون بيلمع كده في لمعه حلوه. الله. وده الرز بالبسله اهو. ده جميل. تمام. ادي الرز بالبسله بتاعنا اللي احنا عملناه. الفرخه اللي كان عليها الخناقه ده الفرخه دي في الاخر. وبصوا بقى ده السبانخ الخضراء، بصوا عامله ازاي، جميله جدا جدا. هوريكم بقى اهي برضو هي بالسمره كده علشان بس الجو ايه يعني بيكون في المدخل غامق شويه. بصوا حبايبي دي الفرخه خالتي حمرتها في الفرن طالعه عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله عليها. ده كبرت في الفرن. كانت صغيره وهي ما كانتش مصدقاني لما قلت لها الفرخه كبيره. لما استوت واتحمرت حاسه كانت ملت الفرن. عادي هجين الصراحه يا جماعه. هو ده غدانا النهارده وهي دي حلقتنا النهارده، يا رب تعجبكم. طبعا اذا عجبتكم ما تنسوناش يا حبايبي بلايك حلو كده ودعوه حلوه ومع الف سلامه. والله براحتهم اللي يعملوا احنا راضيين بيه. اصل خالتي كل يوم تسالني على المشاهدات اقول لها مفيش ما كنتش بسال. يلا مع السلامه يا حبايبي. مع السلامه، كان نفسي تيجي تتغدوا معانا والله. يا ريت، مع الف سلامه. مع السلامه يا حبايبي، مع السلامه.